مساء الخير، مساء الرحمة. اللهم في يوم الجمعة اجبر خواطرنا، واجعل المسرات مرافقة لدروبنا، واعطنا من الخير ما يكفينا، ومن الكفاية ما يغنينا، ومن الرضا ما يسعدنا يا رب العالمين. وصفتنا اليوم براج أو مبرجة على الطريقة التقليدية، لكن بطريقتي الخاصة اللي كنت شاركتها سابقا في قناتي السابقة. ما كش متتبعة في قناتي السابقة جربت الوصفة وما نجحتش معاها وجاتها تذوب في الفم كما راهو في الصورة، تبقى هكا مبسة لأطول مدة. نروح مباشرة للوصفة. خديت 500 غرام من مارغرين لابيل. ديروا الزبدة اللي تحبوها نتوما، زبدة حيوانية ولا أي ماركة مارغرين نتوما تفضلوها. حطيت 500 غرام من مارغرين لابيل، ورايحة نضيف عليها مقدار 2 ملاعق كبار أخرى. وعلاه ندير هذا الخطوة؟ لأنه الزبدة كي تجيو تذوبوها راح تلقاو باللي العلبة تاع لابيل هذيك مش معمرة للأخر، تلقاوها ناقصة. وحنا راح نديرو 3 كيلات تاع السميد. السميد يا البنات متوسط ما يكونش رايح للرطب. من الأحسن ديرو ماركة مليحة باش ما يجيكمش كيما الكسرة. درت 3 كيلات تاع السميد و3 ملاعق صغيرة من الملح. خلط الملح هذاك في السميد، ومن بعد رايحة نبدا ندخل في الزبدة هذيك في السميد. في الاول ندخلها هكا كما راهو موضح في الصورة، من بعد رايحة نبدا نحك في هذاك السميد ولا نمحرو مليح. هنا ما سرعت لكمش الفيديو، يعني خليته لكم واضح هكا باش تشوفوا جميع الخطوات، وخاصة المبتدئات هكا ما يلقاو حتى إشكال. نحبكم مليح الزبدة هذيك مليح مليح في السميد حتى تختفي نهائيا. لازم يبقى السميد هذاك يبان وحده، ما كانش هذيك المارغرين. وهذه الطريقة راهي ناجحة 100%. أي وحدة مترددة باش تديرها قلك ديرها وعينيك مغمضين. الآن راح ناخد فنجال تاع زيت ونضيفه في الأخير. علاه ما حطيتش الزيت في الأول؟ هذا هو الخطأ اللي يطيحوا فيه معظم اللي يحضروا البراج، يحطوا الزيت مع الزبدة. من بعد هذاك السميد ما يديش حقه من بسوس. ديما دخلوا الزبدة هي الأولى ومن بعد ضيفوا الزيت. نتوما ديروا أي فنجال عندكم، فنجالتاي ولا فنجال تاع القهوة، وندخل هذاك الزيت مليح ونزيد نحبكه هو تاني هكا باش يتبسس معانا السميد مليح. من بعد زدت ملعقة كبيرة من العسل الحر. نتوما اذا ما عندكمش عسل الحر ديروا عسل عادي يا البنات، كيما تقدروا تستغناو على الخطوة هذه. انا درتها غير على جال هذاك اللون اللي ياخدو البراج، لون ذهبي مليح. بديت نحل في هذاك العسل بالماء. عندي كيلة تاع ماء بنفس الكيلة اللي كيلت بها الزبدة، كيلت بها السميد، وكيلت بها الماء. ونبدا ندخل في الماء هذا كيما راهو موضح في الصورة بلا ما نعجن، ندخل غير بالاصابع ونلمها، ما نعجنوهاش باش ما تجيش البراج كيما الكسرة، تجي مهويه وتجي مبسه. لميتها ها، ما سرعت لكمش الفيديو باش كل مبتدئه تلمها يعني باحترافيه. نلموها نديرها على جهه هكذا ونغطيها. واش هي البنات كي ديروها هنا تبلوها، ديروها ديما شويه جاريه، مش جاريه خلاص بصح ديروها شويه جاريه خاطر رايح ينشف معاكم هذاك السميد. نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها تريح هكاك 5 دقائق 10 دقائق قيس ما نحضر انا الغرس. وهذا هو الماء اللي تبقى لي من الكيله، يعني وريت لكم الماء، يعني حتى الماء وريته لكم باش ما تلقاو حتى اشكال. والماء هنا يتعلق بالسميد، كاين اللي يشرب كاين اللي ما يشربش. جبت كيلو تاع غرس البطانه كنت عجنتها يعني سابقا، زدت عليها مغرف كبيره تاع زبده ورشه تاع الملح. الرشه تاع الملح هذيك يا البنات تضيفوها راح تتحصلوا على طعم بنين في البراج. جربوها وتذكروني بالخير. نجيب الماء هذاك اللي تبقى لي كي كنت نلم في العجينه وريحه نطري به هذيك الغرس. حنا في يعني في منطقتنا
ما نضيفوا لا ماء الزهر لا منكهات. اللي حبت دير ماء الزهر دير ماء الزهر، حنا نديروه غير بالماء باش نحافظوا على الطعم هذاك تاع البراج، حتى تحصلوا على القوام هذاك اللي يكون نوعا ما جاري. وكذلك الغرس تشرب. نضيف الان شويه تاع زيت ونحاول نلم هذيك الغرس مليح ونعدلها في يدي، نحطها بجيه ونبدا نخدم البراج نتاعي. نرجع للعجينه نلقاها شربت، شوفوا كيفاه تلقاوها شربت. نقسمها على 2 وندير الجزئين متساويين، ما نديرش جزء كبير على جزء، هذا تاني خطأ يطيحوا فيه الأغلبية، من بعد تجي تبقى خشينة وتبقى رقيقة. ديروهم في زوج قد بعضهم، ودوك نشوفوا كيفاه يطرحوا باش يجيو، باش تقدروا تغطيو هذيك الغرس. نعدل مليح الطبقتين تاعي باش نقسمهم برك باش تجي الخدمة مفينية ومنظمة. نجيب الان طوال صيغي، هذه هي تحبوا ديروا فوق كيس بلاستيكي ولا بابي كويسون، انا نخدم فوق هذه بخاطر ما تمشيش البنات، الخدمه فيها تجي سهله. حطيت الطبقه الاولى ورحت فتحتها بشكل مستطيل كما موضح في الصوره. نبدا نفتح بيدي، من بعد نكمل بالحلال. نخليكم تشوفوا الفيديو بلا ما نكتر معاكم الهضره. حتى نتحصل على هذا المستطيل اللي يكون العلو نتاعو تقريبا هكاك 1.5 سنتيمتر. نعدل بالكوباط مليح هذيك الحواف ونروح الآن نفتح الغرس بنفس الطريقة. وكي نفتحها شوية صغيرة على العجينة، يعني حوالي بأصبع هكاك على الأطراف، صغيرة على العجينة اللي فتحتها في الأول، باش كي نجي نغلق العجينة نتاعي نلقى العجينة متوفرة، ما نبقاش نقول كيف راح نغلقها والغرس قاعدة خارجة. وهذه هي. نكمل تاني نفتحها بشكل مستطيل، وديما نستعين هكا بكيس بلاستيكي من فوق باش يسهل عليا الخدمة. ونفضل ليه هاد المبرجة الميزة اللي فيها انه ما تحتاجوا تذوبوا الزبدة، ما تضيعوا الوقت ما والو، تحضروها في وقت قصير خلاص، ميم با ساعة تكون واجدة. بعد ما فتحت الغرس نروح نحطها فوق الطبقة الأولى تاع العجينة. كي تحطوها يا البنات بالطوال سيري هذه تتحكموا فيها، كيما قلت لكم تقدروا تستخدموا البابي كويسون ولا كيس بلاستيكي. حطيتها فوق العجينة، عدلتها مليح، وشوفوا لي سباس قداه، يعني بقى متبقي حوالي أصبع في كامل الأطراف. نحطهم بجيه ونفتح الطبقة الأخيرة بنفس الطريقة. وكي تلقاو العجينه تاعكم هكا تتشقق شويه على الاطراف، ما تخافوش يا البنات، عدلوها برك بيديكم، لانه كي تتشقق على الاطراف هذا دليل على انه البراج ولا المبرجه راهي مبسه. لما تتشققش على الاطراف راهي معجونه وما ماخداش حقها من البسوس. نزيد نعدل الطبقه الاخيره ونحطها فوق الغرس. نجي الآن نغلق هذيك الأطراف كما موضح في الصورة، نبدأ نغلقهم بالأصابع، نخلي الطبقة الأولى تتلاقى مع الطبقة الأخيرة بالأصابع تاعي، هكا نضمنوا بلي الغرس ما راحش تخرج كامل، وكي نجيو نطرحوها تمشي حتى للأطراف. نستخدم في الأول يدي، من بعد
نحط هذيك لاطوال سيري ولا الكيس البلاستيكي ونجي نطرحها بالسمك تاع البراج. وهنا السمك يختلف من ذوق الاخر، كاين اللي يحبوا البراج عاليين، كاين اللي يحبوهم رقاق يعني ما يجيوش عاليين، كاين اللي يحبوهم متوسطين. انا نحبهم متوسطين، ما يكونوش رقاق خلاص وما يكونوش كذلك خشن معمرين عجينه. جبت الطابع وعلمت به برك، يعني تراسيت به برك، ما قصيتش به، نقص بالطريقه التقليديه بالموس. انا الطريقه هذه تساعدني حتى تحصلوا على هذه النتيجه. شوفوا الحبات كيفاه يجيو. كاين استيس هنا في العجينه يا البنات خاصه للمبتدئات، دخلوها للكونجيلاتور قدام ما تقصوها، ديروها في بلا، دخلوها للكونجيلاتور حوالي 10 دقائق 20 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، من بعد خرجوها وقسموا باش يجيو الحبات نتاعكم يعني مقسومين مليح، يجيو الطبقات باينين. هاد الاستيس راني مديتها سابقا في قنواتي الاولى السابقه يعني، وما كاش اللي جربتها وما نجحتش معاها. ونبقى نحط في هذاك البراج في الطاجين. في الاول ما مسيتش الحبه حتى خليت وخرج منها هذاك البسوس، من بعد بديت نحرك في الحبات نتاعي حتى خداو هذا اللون الذهبي، وبديت نقلب فيهم. وكانت هذه هي النتيجه النهائيه تاع الوصفه. جاو براج ولا اروع، ماخدين تحميره رائعه. شوفوا الله يبارك كيفاه يجيو الطبقات هذوك باينين، يجيو متحوفين، والاهم يذوبوا في الفم. شوفوا النتيجه يا البنات، راح نقسم معاكم الحبه باش تشوفوها في الاخير كيفاه جات. وجربوا الوصفه وعلى ضمانتي، ما كاش وحده دير الوصفه هذه وما تنجحش فيها. الحمد لله الوصفه هذه يعني بزاف بزاف بجربوها، يعني نقول لكم الاف جربوها ونجحوا فيها. قسم معاكم الحبه باش تشوفوها كيف تجي تذوب في الفم. نتمنى كامل تجربوها، تدعموا الفيديو بجيم وكذلك بتعليق تعبروا لي فيه على رأيكم في الوصفة. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، وعلى بروشين.